الرز البسمتي. انا عارف ان دايما ولادك بيقولولك يا ماما ده الرز البسمتي بتاع المطعم احسن. النهارده بقى انا خليك تحطي على اولادك وتعملي احلى رز بسمتي في البيت وما تشتريهوش من مطعم تاني عشان غلاء الاسعار. اكسبلور ولايك ومتابعه ويلا بينا يا نجوم الكون. اول حاجه هجيب ميه بتغلي من الكاتل وده بيسهل علينا الوقت. حط ايه بقى في الميه دي؟ واحده من اللومي دي اول حاجه ودي موجوده عند العطار. ماجي، حبهان ولا لوري، عيدان قرفه، كركم وكاري، ودي الميه اللي هنسقي بيها الرز. خلي بالكم. حله تانية بقى حبه من الزيت، معلقه من السمنه. هتقولي ليه السمنه والزيت؟ هقول لك الزيت عشان يفلفل الرز والسمنه عشان تعلي التيست. مبشوره. اول ما البصله تبدا هنزل بالرز وافضل اقلب فيه لحد ما يسخن جدا بملح على قد الكميه ومعلقه من الصلصه البوريه. هجيب المصفى دي بقى واحطها في الحله كده وهبتدي ان انا اسقي عشان الحاجه اللي انا عملتها دي ما تنزلش تحت في الرز. احط حته فويل بقى وهغطي، واول ما يغلي هوطي عليه شمعة ومدة السوا تتراوح من 12 دقيقة ل 15 دقيقة. استوى اهو. تعالوا بقى كده بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى كده، تعالى. شايف الجمال والحلاوة؟ وهنزل بقى بفرخيه مشويه كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده. عايز اقول لكم الوجبه دي بره بتتكلف كتير جدا، اعملي في البيت يا ست الكل ووفري ودبري. شايف الرز البسمتي شكله عامل ازاي؟ حاجه روعه جدا، حاجه جامده جدا، حاجه تستاهل اكسبلور ولايك. واللي ما عملش متابعه خسران كتير يا جماعه.